فزورة النهارده عن فيلم من بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وصلاح ذو الفقار، وقصة وسيناريو وحوار يوسف السباعي، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار. خليكم معايا، أنا كريم الخولي ودي فوازير فلاش باك. شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر. شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل. الفيلم بيتكلم عن قصة منى اللي مات أبوها وأمها وهي صغيرة، فاضطرت إنها تعيش مع خالتها، لكن جوز خالتها أساء معاملتها فراحت تعيش مع عمها، لكنها برضه ما ارتاحتش مع مرات عمها، فعمها اضطر إنه يدخلها مدرسة داخلية علشان يستريح من عبئها، وهناك انعزلت منى ما بين الكتب والروايات، وخاصة الرواية اللي كتبها الكاتب محمود فهمي، واللي قابلته منى بعد كده بالصدفة وحبته، لكن في مشكلة هنا وهي إن محمود متجوز، فبتضطر منى إنها تبعد عنه وتتجوز وتسافر، لكنها بترجع تاني وبتكتشف إن محمود في حالة سيئة جدا، وإنه محتاجها تبقى جنبه، ولو عرفت اسم الفيلم اكتبه في الكومنتات. سلام.